شاركت في الانتخابات الرئاسية ولم تفز ولم تصل ولم تدرك حتى الدور الثاني. ثم شكون قال هذا سي صافي سعيد كي ما وصلش للعنب قال ما قرصه. سمعتكم الاثنين وخليني يكون موضوعي شوية وقاسي. أولا قراءتك أنت أستاذ كيتش. تعرف شو هو الكيتش؟ أنه الواحد أنه هو نفاية ولا يعرف أنه هو نفسه نفاية إلا عندما يجوا يلموه. كلمة كيتش وبعدين أنت إدخال وإقحام القذافي. أنا مقحمه في الرواية ومتمسخر عليه هو وعلى غيره وعلى أكثر منه، وكل الرواية هي كلها من باب السخرية، والاثنين قريتوها بنفس جدي وبنفس تونسي، وهي ما هيش رواية تونسية ولا تحكي على تونس أبدا 10% على تونس. هي الرواية من الموصل إلى غرناطة. هي الرواية أبطالها يهود وأرمن، أبطالها ومسيحيين ولبنانيين ومصريين وأتراك وأكراد، هذون أبطالها. ما فيها ولا بطل، فيها بطل واحد سينمائي تونسي حب يعمل فيلم، ظل يحلم فيلم وما عملوش، هرب بعدين الجزائر. لحظة شوي لحظة شوي لأنك أنت مشيت للرواية. أنا نجم نقول لك أنت يا ولد اسمعني قطعتك أنا، قطعتك ما قطعتكش التزم بالصمت. تقول لي كيتش أنت وستبقى كيتش. الحمد لله وجدنا كلمة لائقة لا يحاكم عليها القانون. هتعرف علاش باش تبقى كيتش؟ لأنك أولا تقول ما تريد، ودائما من زاوية معينة ومن ثقب معين، ودائما في مخك صدام والقذافي وكذا ذولا معادين. اترك، ارحل من هذه الثقوب وادخل للحياة بشجاعة وبقوة وبنظرة فاتقة وثاقبة. أنت لا تملك أي شيء لكي تنقد رواية. أنت مش ناقد رواية ولا تعرف تقرأ رواية ولا تعرف الرواية الحديثة. ما هي الرواية الحديثة؟ أنت تنظر للرواية كيف المسلسل نتاع علي أم تراك. أنت تنظر للرواية. لو شكرتك يا ولدي ما تشكرنيش. أعرف والله العلي العظيم لا أحب من يشكرني، وكي تشكرني تخليني خجول وساكت، كي تهاجمني أنا أتكلم، أنا أنبع كي تبر الارتواز. ما تشكرنيش واوعى تشكرني. حتى أنت شفت كي سلمت علي الطاولة الفوق ما وجدتش ما نجاوبك لأنك شكرتني. تو هاجمتني خليتني نتكلم. اش قلت لك؟ اش كرتك؟ انا اعرف شو قلت لي، ما عليناش. ولذلك ما تضيعنيش يا اخي، خليني. انت مش نقد روايه ولا تقرا الروايه الحديثه ولا تعرف الروايه الحديثه، ولو نسالك انت شو قريت اخر الروايه راك ما تعرفش، وفاكر انت الروايه هي مسلسل او متراكي. هاو البطل صعد للطبقه الثانيه وجد كذا، ولا فيلم فرنساوي صغير هاو ركب البسكليت تعرك هو مرته وخرج يعمل في نزهه، عضه كلب، ركضت عليه كذا. هذا هي الروايه باش تفهمها انت. هذه روايه اخرى. انت ما حكيتش على الفلسفه وعلى نيتشه وعلى افلاطون وعلى دولوز وعلى كل دابا. ما حكيتش انت على امين جواي شو يحكي في الروايه، وعلى الحرب وعلى ديغول. ما حكيتش على بريجنيف وعلى كذا وعلى كذا. احكي له قل له على باكلاف هافال كذا. هي الروايه ما هيش على العرب، مش على تونس. هي روايه على الكيتش العربي، لانه اسمه الربيع العربي مش ربيع تونسي، الربيع العربي. هي ابطالها فيها واحد ولا اثنين تونسي فقط، الاخرين كلهم اجانب وعاشوا في بلدان اخرى ومشوا للموصل. حكيت على داعش، حكيت على غرناطه، على مشروع هرقل، على الثوره في ال17، على ثوره نابليون كيفاش جت، على كذا بابطالها الحيين، على دار الاوشاكي في اسطنبول. حياه هذايا شو اسمه كمال اتاتورك جبتها بالتفاصيل تفاصيل، حتى كرافاتو من وين اشتراها. هذه روايه. قول لي انت 520 صفحه، انت كان تكتب صفحتين زمان. 22 اختم زمان السادات سمع انه الملك فهد معارض كامب ديفيد هو 1200 صفحه معاهد كامب ديفيد. السادات قال لو فهد يقرا 1200 صفحه بيموت قبل ما يكملهم. السادات ينكت. انت لو قريت 20 صفحه كنت مت. ما تجيش تقرا روايه 500 صفحه. من روايتك قريتها الكل، قريتها حتى للاخر على فكره. ما غالب هذا هو اللوجيسيال. حتى كان صف
فصل ولا فصلين ما يضيع عليك حتى شيء. هو معقول ما شفتش سماع عبد الصمد، كل شيء ما شفتش عباس فرشخاي، ما شفتش كريم شامان، ما شفتش مصعب الصراف، ما شفتش راشد العطار، ما شفتش كذا. شفت لاني اختلفت معاك. لاني اختلفت معاك وليت ما قريتها. انا مش وليت الروايه قريتها يا ودي. الروايه قريتها لاخر صفحه. قريتها لاخر صفحه. ملك الروايه هي ملكك وملك الجميع، لم تعد ملكي، خرجت مني. هذه كتبتها في الشعر. انا قريتها لاخر صفحه. وهو عنده بوليميا نتاع كتابه. انت عندك بوليميا نتاعك، انا عندي 2 بوليميا، عندي 3 بوليميات. الثالثه مش باش نقول لك عليها. انا عندي بالثالثه. بس انت ما عندك ولا بوليميا. خالد شكرا صافي سعيد.